التونسية في عهد العائلات الليبية والمقاومة الإصلاحية، تقدم في أنشطة كلاسيكية كقف رمضان والأعياد والعودة المدرسية. رئيسها سيدي المهندس عز الدين طرابلسي. تخدم عندنا 4 مجالات وأنشطة، هي أمل التربية والعلوم اللي تكفل طلبة العلم للعائلة المعوزة، لأنها تؤمن بكونه البذري يتداعب والصرح يتداعب بالعلم والمعرفة. ثم أمل الصحي اللي تقوم بالتعاون مع في إطار كونفنسيون مع جمعية أطباء الشبان تقوم بعلاج مجانية داخل التراب الهوائي، خاصة في المنطقة هذه اللي يصعب الوصول فيها للجهاز الطبي. وعندنا مشروع كبير هو جهاز إنشاء مصحة نقل شرايين قريب إيران النور. عندنا أمل التنموية اللي كما قلت هي الخطوة الثانية نتاع أمل الإغاثة. خذت الخطوة الثانية للخطوة التنموية لأنها نمنوا مثلا قال لا تعطي سمكة بل عليم كيف أصطادها. اليوم هناك مشكل كاف معناها الأسام الاستبشار اليوم الإنشاء معناها مشاريع تنموية تعطي شوية استقلالية ذاتية للعائلات المعوزة وتمكنهم من توفير دخل دوري متواصل بما يكفل كرامة العيش وعزز هذه العائلات. وفي هذا الإطار لازلنا كيف دشنا مصنع خياطة موجه للعائلات المعوزة في عقد شراكة مع شركة كبيرة مصدرة كليا، عقد ب5 سنوات، وفي خلاله نقوم بتكوين العاملات الخياطة ثم الحاق بالعمل هذا. كما تم توزيع 200 مشروع صغير ميكرو بروجي اللي يمثل في كوع غاز مع المستلزمات نتاعو من قارورة الغاز والدقيق اللازم والفرينة والخميرة والفوضى والهرمون اللي عايز بوغ ديماري البروجي. أحلامنا كبيرة كما اسمها يقول جمعية الأمل، مدينة الأمل مجرد أفكار. اليوم أحلامنا تتجاوز النطاق هذا في إطار بناء مجتمعي كبير الفاصل فيه هو البذل والعطاء من أجل بناء مجتمع متقدم. اليوم جمعية الأمل هي عضو مؤسس في شبكة جمعية أو في شبكة بناء جمعية تونس الكبرى اللي من أهدافها الرئيسية التنسيق بين جهود الجمعيات لإرساء منظومة توزيع جغرافي عادل وخاصة توزيع في الاختصاص، لأنه لاحظنا في خلال السنتين اللي تعداو كانوا ثم شوية تداخل بين عمل الجمعيات وما ثماش توزيع عادل لا للمجهود ولا للتراوح. فهذه المبادرة قمنا بإنشاء الشبكة هذه اللي تؤسسها جمعية الأمل وتقوم خاصة بتكوين الجمعيات في المجال التنموي والرفاهي، وتقوم بالتنسيق بين مختلف الجمعيات في رؤية أوسع النطاق. كما كان لجمعية الأمل دور في إنشاء القطب المدني لتنمية حقوق الإنسان، لأنه لاحظنا أن تم إخلال كبير في الجانب الحقوقي، فجمعية الأمل في بعض أبنائها ساهموا مساهمة فعالة في إنشاء القطب المدني للتنمية حقوق الإنسان. عموما الجمعية هذه يحملها أمل نتاع بلاد متقدمة، بلاد نعتمد فيها على المشترك اللي يجمع بين التونسيين الكل اللي هو تمكننا معناها كبير البشر، ويمكننا باش نخدموا الناس الكل في أي حاجة، لأن تونس تسع الجميع وتونس تحتاج الجميع. وشكرا.